وانا بقرب منك بتصدني، اجي ابعد عنك تمسك فيا وتحبني. طب ايه معنى الكلام ده بقى؟ بيقول لك في الشكل المقابل عندما يتحرك المغناطيس في الاتجاه الموضح اي الاختيارات يكون صحيح. طبعا دلوقتي المغناطيس لما يتحرك الملف ده بيبدأ يتولد فيه تيار مستحث يقاوم التغير الحادث، وده اسمه قاعدة لينز. قاعدة لينز بتقول ايه؟ يكون اتجاه التيار المستحث بحيث يعاكس التغير في الفيض. يعني ايه؟ دلوقتي وانا ببعد المغناطيس كده معناه ان المجال المغناطيسي بدأ يقل، فالملف مش عايزه يقل، يجي يبعد عنه يحبه، مش عايزه يقل، يمسك فيه. يمسك فيه ازاي؟ يعمل قوة هنا تجاذب. جه يبعد مش عايزه يبعد، فعشان يمسك فيه يعمل تجاذب. طب التجاذب ده بيتم بين الاقطاب المختلفة، يعني ده اس يبقى هنا ان ويبقى هنا اس. يبقى لينز عرفني الاقطاب، ان لما الملف